انتوا مش هتصدقوا شرم الشيخ كان اسمها ايه زمان قبل ما تبقى شرم الشيخ؟ كان اسمها خشم الكلب، يعني بق الكلب. يا ساتر، وليه اتسمت الاسم الغريب ده؟ في مؤرخ لبناني اسمه نعوم شقير، وهو عاش واشتغل في مصر الفترة، وألف الكتاب ده سنة 1916 عن تاريخ شبه جزيرة سيناء، وذكر اسم خشم الكلب لما جه يوصف الموقع الجغرافي للمنطقة دي على خريطة سيناء، وقال انها مجرد مخر للسيول اللي بتتجمع عند الهضبة الوسطى في جنوب سيناء، وبيبقى قدامها طريق من اتنين، يا اما انها تاخد خليج العقبة يا اما خليج السويس. لكن المنطقة دي اللي هي شرم الشيخ دلوقتي كانت بتبقى جافة تماما، مية السيل مش بتوصل لها الا نادر قوي، يعني شبه كده حالة الكلب لما يطلع لسانه من كتر العطش، فالبدو سموها خشم الكلب. لكن ما كانش ده الاسم الوحيد لشرم الشيخ زمان، كان ليها اسم تاني. طب كويس، اهو اي اسم تاني احسن من خشم الكلب ده. كان اسمها اوفيرا، واوفيرا معناها الذهب. حلو ده، بس باللغة العبرية، لان ده الاسم اللي اطلقوا عليها الناس البعدة لما كانوا محتلينها. يا دي النيلة. وليه اسم اوفيرا ده بالذات؟ ده نسبة لأرض اسمها أرض أوفير، والأرض دي مذكورة في كتاب سفر الملوك. في اعتقاد اليهود إنها أرض كانت موجودة في عهد سيدنا سليمان عليه السلام، وإن الأرض دي كانت مليانة بالخيرات وبالذهب، وده كان نفس حال شرم الشيخ بالنسبة لهم، اللي شبهوها بأرض أوفير، وبنوا فيها مساكن ل 500 أسرة يهودية اسمها مساكن اليهود، وبقت أكبر مستعمرة ليهم في سيناء، وكمان مقر للقوات الجوية بتاعتهم. بس بعد انتصار مصر في حرب اكتوبر 73 وتوقيع اتفاقيه السلام، اتجبروا ان هم يمشوا من المنطقه دي، ما بقاش اسمها اوفيرا، خلاص بقى اسمها شرم الشيخ. يا فرج الله. بس انا نفسي افهم ليه بيختاروا للمنطقه دي اسامي تبقى مثيره للجدل بالشكل ده، يعني ليه اختاروا اسم شرم الشيخ؟ مين الشيخ ده وايه حكايه شرمه؟ شرم في اللغه معناها الشق في الجبل او الخليج في البحر، والمنطقه دي فيها خلجان كتير زي خليج نعمه، خليج نبأ، خليج القروش، فاتسمت شرم. اما بقى الشيخ فبيقال ان هو نسبه لزعيم قبيله بدويه كانت عايشه في المنطقه دي زمان، علشان كده اتسمت شرم الشيخ.